السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بندور دلوقتي على أكلات اقتصادية موفرة. أنا بصراحة يا جماعة مليت وزهقت من قصة إن أنا أنام وأصحى ألاقي الفراخ زادت ب10 جنيه، اللحمة زادت مش عارفة بكام، وكل واحد بقى بيزود بمزاجه. الصبح تبقى بسعر، آخر النهار أسأل عليها تبقى بسعر. فبصراحة حاجة مستفزة جدًا، يعني إحنا طول عمرنا الفراخ بتزيد جنيه كده كل يعني شوية كده كل كام يوم، لكن إن أنا أنام وأصحى ألاقيها زادت بال10 جنيه، يعني وصلت دلوقتي ل85 جنيه كيلو الفراخ البيضا، فبصراحة حرام. فإحنا نرجع بقى دلوقتي أكلاتنا الحلوة اللي من غير أي فراخ ولا لحمة، وهتدوقوا أحلى صينية بطاطس والله كأنها معمولة بأحلى فرخة، ولا فراخ ولا وجع دماغ. إحنا هنقرف نفسنا ليه؟ ما إحنا لازم ندبّرها بقى، ولازم نوفّر، ولازم نشوف حلول. يعني الوضع كده مش هينفع. أنا جِبت بقى بطاطس وباقطّعها التقطيعة اللي أنتم زي ما إحنا شايفينها كده بأبسط حاجة أهو. أنتِ حابة تقطّعيها بأي تقطيعة أنتِ حُرّة. جِبت بقى بصلتين وقُلت إيه، يالّا بقى عليّا وعلى أعدائي، ما هو يا أنا يا الفراخ، حابين تقطّعوها كده ماشي، حابين تقطّعوها كده ماشي. أنا باحب أقطّعها بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي، هو بصل وبطاطس وملح وفلفل فقط لا غير، وهتدوقوا صينية بطاطس والله هتحلفوا بيها. هتعملوها في أي عزومة، هتعملوها كده تقضّوا بيها اليوم، حاجة تحفة، حاجة بجد روعة. تمام، ومكوناتها بسيطة جدًا، ولا نفضل نفكّر وضغطنا يعلى ومش قادرين وهنجيب منين وهنعمل منين والدنيا ومش الدنيا، على إيه؟ قضّيها ووفّري ودبّري والدنيا زي الفل. بُصّوا أدي صينية البطاطس أهي، حطيت عليها بصل وملح وفلفل ومكعب مرقة دجاج، عندِك مرقة دجاج فورية يبقى زي الفل، ما عندكيش مكعب مرقة دجاج افرميه عليها وادعكي بقى البطاطس بالبصل غلّفيهم في بعض هُم الاتنين، ده ياخد من طعم ده وده ياخد من طعم ده. بس يا ستي طريقة سهلة وبسيطة أوي، أوي، أوي ما فيهاش أي إبداع. أنا ما باحبش أحط في الوصفة دي طماطم ولا أي توابل تانية، هي بس كده حلاوتها ببساطتها، وهنقضّي اليوم وهناكل وهنشبع والدنيا هتمشي معانا زي الفل من غير وجع دماغ ودربكة دماغ ونأزّم المواضيع على نفسنا ونتضايق ونتخنق على إيه؟ دبّريها ووفّريها واعملي صينية بطاطس زي الفل. أهي خلصت معايا أهي، هاحط بقى عليها شوية مَيّة. تمام، طبعًا إحنا ما عندناش شوربة، فهاحط عليها شوية مَيّة علشان تسوّي معايا إيه، البطاطس، ما تغطّيهاش، يعني ما تخلّيش المَيّة تغطّي وش البطاطس. تمام، هي يا دوب بس إيه، يعني نُص الصينية كده تقريبًا. وبعدين هاحطها على البوتاجاز من فوق، يا دوب تدخل تقريبًا في 3/4 سِوَى وأخلّيها تكمّل سواها تحت في الفرن، أشغّل الشواية بس. تمام، أخلّيها بس تاخد إيه، تاخد وِش. هنا أنا حطيتها على البوتاجاز أهو زي ما إحنا شايفين، بُصّوا بدأت إن هي خلاص غليت كده غلوتين ودخلت خلاص في السِوَى، يا دوب فاضل لها تكّاية وتستوي، هانزّلها بقى على الشواية وهتطلع بالشكل القمر اللي أنتم شايفينه ده. بُصّوا عاملة إزاي، تحفة، تحفة والله طعمها كان خطير، رائع، رائع. هنعمل بقى تكّاية هتودّيها في حتّة تانية خالص، فحماية. حتة فويل فيها حبة زيت ونحط فيها فحماية ونغطيها، سيبيها بقى نُص ساعة كده الدخان ينتشر فيها كلّها، هتاكلي أحلى طعم صينية بطاطس ممكن تاكليه، كإنِّك عاملاه بفراخ مشوية، حاجة فعلًا تحفة. بُصّوا عاملة إزاي، تحفة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم ودايمًا تبقوا موفّرين وما تخلّوش حاجة تضايقكم أبدًا، اللي يغلى يغلى نستغنى عنه والحياة هتمشي زي الفل. وكل سنة وأنتم طيبين، مطبخ سمر.